في طريقه وحيده علشان تنجح، عشان تخلص اي حاجه وراك عموما. انت تاني في ايه؟ مالك المره دي؟ مش عارف، حاسس اني امال مين اللي يعرف يا ابني؟ انا اللي اعرف؟ انت لو قلت مش عارف دي تاني انا هقل ادب عليه. انا دلوقتي عرفت المشكله في مخي ولازم اتقبل نفسي. ايه الحل بقى؟ طيب بص، انا هقول لك الحل انك كفايه نصايح بقى، مش بتعمل اي حاجه. ما تقعدش تقول لي المشكله في مخي ومش عارف ايه والكلام اللي ملوش لازمه ده. اولا ما تقاطعنيش تاني. ثانيا انا فاهمك ومفيش اختلاف فعلا ان المشكله في مخك، بس في حاجه انت مش واخد بالك منها. ايه هي؟ استنى انا جالك في الكلام اهو. انت عملت ايه لما عرفت المشكله المره اللي فاتت؟ ما عملتش حاجه، ما انت قلت ان الحل انك تعرف مخك شغال ازاي. يعني انت ما عملتش حاجه ومستني انك تتغير؟ ما عنديش طاقه، مش قادر، انا بجد حاسس اني مكتئب. بص خليني افاجئك، بس الحل الوحيد عشان تخرج من اللي انت فيه ده انك تعمل حاجه. بقول لك مش قادر اقوم اعمل حاجه، انا بجد مش قادر. ما هي دي المشكله انك بتقول مش قادر، مش عارف. مش انا فعلا مش قادر، مش عارف يا ابني. ما انا عارف، بس اضحك على مخك. ازاي طيب؟ انت تغير اسلوب الضحيه ده بقى. معلش عذري على الانفعال. هو في حل بس ركز معايا. اولا محتاجك تجاوبني على كام سؤال كده. انت كنت بتعمل ايه دلوقتي وكنت بس؟ لا استنى ما تقاطعنيش، خلص الاسئله كلها وبعدين جاوب براحتك. انت كنت بتعمل ايه دلوقتي؟ عملت ايه لما عرفت المشكله؟ شايف نفسك مين بعد كام سنه؟ دلوقتي كنت بتفرج على فيلم. وعملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه صحيح، فهمت نفسي اكتر وعرفت مخي شغال ازاي، بس فعليا ما عملتش حاجه. وشايف نفسي شخص ناجح جدا ومؤثر ومعاه فلوس وليه بصمه في العالم كده. طب حلو، انت عندك اهداف طموح اهو. الخطوه الجايه بقى انك تبدا تتحرك. انت قلت انك فهمت نفسك اكتر، حلو جدا، بس للاسف فهم نفسك لوحده مش هيغير حاجه. يعني ايه مش انت اللي قلت افهم مخي شغال ازاي؟ بص مهم جدا ان افهم نفسي، افهم سبب المشكله ايه عموما عشان اقدر احلها. انت عرفت دلوقتي السبب، يلا بقى نبدا نتحرك. وبمناسبه انك مكتئب دي، غالبا انت فاضي مش مكتئب. علشان تقدر تقوم تتحرك وتعمل اي حاجه لازم تفهم حاجه مهمه جدا. شايف الكوبايه دي والكوبايه مليانه؟ معنى كده ان في دوبامين كتير جدا تم افرازه. طعمه حلو قوي الدوبامين ده بسبب انك شربت سجاير، كلت حاجه حلوه، شفت فيلم مش ولا بد. بس مشكله الدوبامين اللي بيتملى بالطريقه دي انه بيتملى بسرعه جدا. بس طول ما الكوبايه دي مليانه، يا رب تخلص عموما، هتفضل تحس انك محفز وانك عايز تشتغل وان في رغبه لعمل اي حاجه. بس زي ما جسمك ملى الكوبايه دي بسرعه، هتفضى برضه بسرعه. بعدها هيحصل لك النقيض تماما. ما تقدرش تتحرك، ما تقدرش تركز، مش عاوز تعمل اي حاجه. شخص المنجز كوبايه الدوبامين بتاعته دايما فاضيه. بس استنى، في الحقيقه ما ينفعش برضه كوبايه الدوبامين تبقى فاضيه خالص، لان بالنسبه للمخ دي حاجه مش طبيعيه، دي لخبطه في الكيمياء. الطبيعي ان كل الهرمونات على مستوى واحد، لان امتلاء الدوبامين ده بيسبب تشبع الرغبه لتنفيذ اي حاجه. يعني طول ما بطني مليانه انا مش هحس بالجوع، مش هحتاج اكل. وده نفس اللي بيحصل هنا. طول ما بيتم افراز الدوبامين من مصادر رخيصه موجوده دايما، ده هيخلي دايما الدوبامين عندي موجود بيفرز بشكل مستمر، دايما الكوبايه مليانه، وده هيخلي الرغبه عندي متشبعه لعمل اي حاجه. احنا قلنا ان وجود الدوبامين ده بيخلي في رغبه ان انا اعمل اي حاجه. طيب ازاي وجوده على طول بيخليني مش عايز اعمل حاجه؟ انا هقول لك بس ركز معايا. فنفترض ان انا اول ما صحيت من النوم مسكت الموبايل وقعدت في الدوم سكرول، قعدت سكرول وسكرول شورتس بقى بالهبل وريلز وتيك توكس وكل الكلام ده. كل فيديو من دول يعتبر شوت دوبامين لوحده. فانا عندي دوبامين اتملى، تم افرازه بشكل كبير جدا. فهل تتوقع ان انا هقدر اقوم اعمل اي حاجه؟ ما اظنش. طيب امتى بقى هقوم اعمل حاجه؟ لما انا يكون مصدر الدوبامين بتاعي مش رخيص. مصدر الدوبامين الحاجه اللي انا بعملها، المهام اللي انا بعملها في اليوم. عشان نفهم الموضوع ده بيحصل ازاي لازم نفهم الدوبامين بيفرز امتى اصلا. على عكس المتعارف عليه، فالدوبامين هرمون السعاده غلط. هو الدوبامين هرمون المتعه او هرمون الرغبه. الدوبامين ما بيشتغلش في وقت الفعل نفسه، الدوبامين بيشتغل لما اجي اعمل الفعل. ده حماده شاب مراهق دماغ، بص حواليه ما لقاش حد، قام قافل الباب وقال لك اما اروح اسمع فيلم مش ولا بد. فالدوبامين بيفرز وهو اخذ القرار ورايح يبدا الفعل، فده بيخليه يحاول بكل السبل ان يوصل للحاجه اللي هو عاوزها. ماشي الدبدله بتقول ماشي، ما اعرفش ليه الكيبورد اكبر مني. انت برضو قاعد تكلمنا عن مخي اللي انا زهقت، انا هشيله وارميه اصلا. ما قلتليش اعمل ايه بالظبط، لان كل حاجه حلها جوه دماغك انت. يعني الحل ايه برضو؟ بس كفايه نصايح، لان مش عايز نصايح. لا ما تقلقش، مش هقول لك الخطوات الثلاثه للانجاز. انت شخص واعي دلوقتي. شخص واعي؟ انا شخص واعي؟ شخص واعي، شخص واعي، بس واعي بايه بالظبط؟ واعي انك محتاج منتور، محتاج حد يجلدك، حد يلسوعك عشان تشتغل. من رايي ده احسن حل. استنى رايح فين؟ نسيت ان المهم ركز على المهم.